النهارده هنعمل مع بعض كنافة الطاسة، حاجة كده سهلة جدًا ما بتاخدش منِّك حوالي 10 دقايق وأنتِ واقفة تعمليها وطعمها حلو جدًا، وكمان ما بتاخدش وقت كتير، بما إننا داخلين على رمضان ومحتاجين دايمًا حاجات حلوة سريعة، فيالّا بينا بقى مع بعض نبدأ الحلقة. أول حاجة عندي نُص كيلو من الكنافة، أنا دايمًا باجيب الكنافة وباحطها في الفريزر تكون جاهزة، أي وقت حابة إن أنا أعملها فبتبقى تحت إيدي. جبت الكنافة وهابدأ بس إن أنا أفرُكها كده بإيديّا، هي طبعًا مجمّدة أو تحطيها في الكبة تفرميها، فبيبقى سهل ده أو ده. هنبدأ إن إحنا نفرُكها كده بإيدينا على طول، ونكون طبعًا مجهّزين بقى زبدة نوع حلو أوي، فهاحط كده حوالي كوب كامل من الزبدة، وعليهم كده 3 معالق كبار من السكر البودر، وهنبدأ بقى إن إحنا نغلِّف الكنافة بتاعتنا كلّها بالزبدة. أهم حاجة إن أنتِ تتأكدي إن أنتِ مغلفة كل حباية من الكنافة بالزبدة علشان تديكِ الطعم المطلوب. هنركنها بقى على جنب ونعمل مع بعض الطبقة بتاعتنا اللي هي طبقة القشطة. عندي هنا كاليرولا على النار هنحط فيها نص لتر من الحليب، أو طبعا كوب من الحليب عليه كوب من المية يمشي برضو كل حاجة. عليهم كده كيس صغير من النشا أو بمقدار معلقتين كبار من النشا، وضفت عليهم كده 3 معالق كبار من السكر. هنا طبعا مش مكترة كمية السكر قوي، أو على حسب أنتِ محتاجة السكر بتاعها بيبقى إيه، لإن أنا هنا حاطة سكر في الكنافة، وكمان عندنا سيرب فالدنيا هتبقى مسكرة أوي. قلبناهم كويس جدًا مع رشة من الفانيليا وسيبناهم على النار كده ما بين 5 ل7 دقايق. بمجرد ما هيبقبق كده هتلقى الدنيا ما شاء الله بقت كريمية جدًا، طعمه حلو أوي، أوي. ولو حابة إن أنتِ تاكلي كده معلقتين 3 وأنتِ واقفة فما فيش مشكلة. هنغطيها بس عشان ما تعملش معانا قشرة بسيطة لحد ما نجهز مع بعض الطبقة بتاعة الكنافة. جبت جريلا، أي نوع جريلا موجود عندِك، سواء ألمونيوم، سواء جرانيت، سواء طبعًا تيفال، سواء أي نوع أنتِ حابة تشتغلي بيه فما فيش مشكلة. غلفتها كويس أوي بالزبدة، وبعد كده جبنا الطبقة بتاعتنا الأولى. أهم حاجة الطبقة الأولى دي إن أنا أخلّيها كده متماسكة، يعني ما تكونش مفرفطة معايا. اضغطي عليها كويس جدًا بإيديّا زي ما أنتم شايفين، أو إن أنتِ تجيبي الهراسة بتاعة البطاطس وتبدئي إن أنتِ يعني تضغطي عليها كويس أوي بالشكل اللي أنتم شايفينها ده. هنبدأ بقى إن إحنا نعمل لها قاعدة حلوة، حلوة القاعدة دي، وجوانب، وبعد كده نجيب الطبقة بتاعتنا بتاعة القشطة، ويا دوبك إن أنا مش هافرطها كلها، علشان خاطر مش عايزة إن هي توصل للجوانب. بدأت أحط الطبقة التانية، وهنا بقى مش هاضغط عليها بإيديا نهائي، لإن طبعًا لو ضغطت الدنيا هتبوظ معايا وتبهدل الدنيا وتبطبط من كل مكان أو تبصبص كده من كل مكان. يا دوبك إن أنا باساوي كده الوش بتاعها، وأديها معلقتين 3 من الزبدة، وبابدأ بقى إن أنا أحطها على النار. هنيجي بقى هنا للتسوية. أنا عايزة هنا التسوية بتاعتنا تبقى على الهادي، يعني أنا باولّع النار كده وباوطّي النار شمعة زي ما أنتم شايفين كده. وطّيت النار وهنبدأ بقى إن إحنا نحطها. هنغطيها بقى بغطا عندنا أو طبعًا بصينية، وهنبدأ بقى في التسوية. أهم حاجة إن أنا باحطها يعني الأول في النُص، وبعد كده بابدأ إن أنا أحرّكها من الجوانب. باقف على كل جنب حوالي 40 ثانية، يعني باعِد 40 ثانية، وبعد كده بابدأ إن أنا يعني أعدّي الجنب ده وأحطها على جنب تاني لحد ما أخلّص أو أتأكد إن أنا سويتها كلّها بنفس الطريقة في كل جنب كده 40 ثانية. وهتبدئي بقى إن أنتِ تلاقي الحواف بتاعتها ما شاء الله احمرِّت وفصلت كمان من الجوانب زي ما أنتم شايفين. نبدأ بقى إن إحنا نقلبها. هنجيب نفس الغطا أو نفس الصينية اللي إحنا طبعًا كنا مغطينها بيها ونقلبها، بقت بالشكل ده، حلوة جدًا بجد يعني. ولو حابين لونها يبقى أحلى من كده، ابقى حطّوا شوية من الزعفران أو الألوان الصناعية على الكنافة، يعني علشان لو حابين لونها يعني يدّيكِ اللون الأحمر شوية أو الأصفر شوية، فتبدئي الحتّة دي بتاعتِك أنتِ تحطّي فيها ألوان وتطلع معاكِ كويسة أوي. هنسويها برضه بنفس الطريقة على الجوانب، ونبدأ إن إحنا نحرّكها شمال ويمين. طبعًا هنا تاني مرّة أو الجنب التاني ما بياخدش زي الجنب الأولاني، لإن بيبقى الجريلة بتاعتنا سخنة. بعد ما بردت هنبدأ بقى إن إحنا نحط السيرب بتاعنا. أنا هنا حطيت لها السيرب كوبين من السكر، عليهم كوب من المَيّة، عصرة ليمونة، معلقة من عسل الجلوكوز أو معلقة من العسل الأبيض، وتاخد 5 دقايق على النار. كده ما شاء الله بقت جاهزة. زينيها بقى بأي مكسرات موجودة عندنا، ونبدأ بقى في التقطيع. بجد تحفة جدًا، ما أخدتش مني وقت، وتقدري إن أنتِ تحبيها بدل ما تفتحي الفرن وتحطي الكنافة
الكنافة واحمرت، لأ ما احمرتش، لأ ما بتطلعش مقرمشة، حقيقي حلوة أوي، مقرمشة من فوق وشايفين ما شاء الله يعني القشطة بتاعتها كمان باظة من كل الجوانب، حاجة كده خرافية. كل سنة وأنتم طيبين بقى، ورمضان كريم علينا إن شاء الله ويدخل علينا بالسعادة، وباتمنى منكم كل من يشاهد الفيديو يعمل لايك كده، لأن اللايك طبعًا بيرفع الفيديو، وهاشوفكم بقى إن شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد من حلقات هبة TV. باي باي.